عالم دخلت البشرية حرب ومصير البشرية بالكامل على وشك الانقراض، بيقود جيش بهدف هزيمة الكائن اللي غزا الارض، وفي الوقت نفسه بين جيش البشر مستخدمين قدرات ذهنية ظهروا واسمهم الذهنيين، وبسبب تضحيات ذهنيين ما تتعدش بدأت نتائج المعركة تظهر والبشرية هتنتصر، ولكن هيرجعوا تاني بعد 15 سنة. وبسبب نبوءة مستخدم قدرة رؤية المستقبل انشئت مؤسسة تنمية الذهنيين واللي اسمها آر، وبدأت تجمع أطفال اتولدوا بقدرات نفسانية للاستعداد لحرب البشرية النهائية، وما تبقاش وقت عشان تتحقق النبوءة. في البداية كده قبل ما نبدأ صلي على رسول الله عليه أفضل الصلاة والسلام، واعمل لايك واشتراك في القناة علشان ده بيدعمني جدا. ويلا بينا نبدأ الحكاية. بتبدأ الحكاية بشخص جوه بدلة مدرعة بيبص الكائن بيفتح بوابة بيخرج منها وحوش، وده اللي بيصدمه ويهجم عليهم ويدمر فيهم، وفجأة بتتفتح بوابة ويخرج منها تنين، والتنين شكله مرعب وقوي جدا، والشخص ده بيقع منه السلاح من الرعب، والتنين بيهجم عليه ويولع فيه، ويصحى الشخص ده ويطلع ان ده كله كان حلم، ويمسك راسه ويفتكر ان النهارده اليوم اللي هيوصل فيه اخر المجندين الجدد. ويظهر طفل جوه طيارة واسم الطفل ده ليهان، عنده 10 سنين بس وزعيم عصابة يتيم الحرب، ويقول له الرائد ما تقلقش احنا ما جبناكش عشان ندخلك السجن. ويسأله سمعت قبل كده عن مكان اسمه ارك؟ وليهان بيرد تقصد من كلامك اني ذهني؟ والرائد بيستغرب من ذكائه وبيقول له مش مجرد ذهني عادي، انت هتكون منقذ البشرية ومش هتبقى في الشوارع فقير وجعان تاني، وهنديك الاكل ومكان كويس تنام فيه. وبيرد ليهان بغضب ويقول له هكون لوحدي في كل ده ومش هيبقى ده نفس حال اخواتي الصغيرين؟ لو انت عاوز تبعتني لمنظمة ارك فلازم ترعاهم من اكل وتعليم ولبس ومكان وكل حاجة. وبيوافق الرائد انه يشيل مسؤولية اخواته ويقول له بس اتفقنا ده وانت موجود في ارك بس، بمجرد خروجك منها انا ماليش دعوة بيهم. ويقول له ليهان فهمت، ويتوجه ليهان لمنظمة ارك ويفتكر الكلام اللي الرائد قاله له، وان في مستويات للقدرات الذهنية فحاول تنجو ده لو انت مهتم باخواتك الصغيرين. ويوصل ليهان لارك وواقف بكل جدية على انه يبقى الاقوى لاجل اخواته الصغيرين، ويسمع صوت عالي بيقول ارجع للمكان اللي جيت منه، ويلاقي مجموعة متجمعة ويظهر ولد شكله قوي بيقول لولد تاني انك تعيط زي العيال الصغيرة بعد ما جيت بالعافية هنا، وان تجنيد اللي زيكم هو اللي بيخلي الناس تبصلي بضعف انا كمان، وانك تافه عديم الفايدة. ومجموعة بيرد عليه وانت ايه اللي بيميزك؟ ويبص لهم الولد ويقول لهم اغبية، بدايتي مختلفة عنكم كلكم، وده لاني ذهني مدرب. وكل اللي واقفين بيتصدموا لان دي المرة الاولى اللي بيشوفوا شخص بيستعمل قدراته الذهنية، وكل اللي واقفين بيتصدموا لان دي المرة الاولى اللي بيشوفوا شخص بيستعمل قدراته الذهنية. ويبص للولد تاني ويستعد للهجوم وهو بيقول له هم هيرجعوك البيت لو اتصبت وبقيت عديم النفع، وان ده مش مكان ينجو فيه اللي زيك وهتشكرني بعد كده. ويهجم عليه ويتدخل ليهان في اللحظة الاخيرة ويمسك الصخرة وهو بيقول له بطيء وكان الاحسن انك ترميها بدراعك كانت هتبقى اسرع. ويسأل الولد ده بكل غضب مين انت؟ ويرد ليهان اللي هيعلمك الادب، ويضربوا بعض. وبيتدخل جندي ويقول لهم انتوا الاتنين تعالوا، ويسألهم عن اسمهم، ويرد الولد اسمي سيمون وليهان كمان. ويسأل الجندي سيمون انت مدرب فظهرت سماتك ولا لسه؟ وبيقول له سيمون انا لسه في مرحلة التحريك الذهني. ويلكمه الجندي في بطنه من شدة الهجوم بيقع على الارض، ويقول له الجندي انت هتتغرف نفسك وانت لسه صغير يا حسالة. وليهان لما بيشوف كده بيبقى واقف مرعوب، والجندي بيقول له انا حبيت قرارك في مساعدة الضعيف ولكن، ويضربه في بطنه هو كمان، ويقول له انت اقل من الحسالة لانك ما عندكش قدرة زي سيمون، والاتنين على الارض. ويكمل الجندي كلامه اسمعوا كلكم هتتنقلوا بعد 3 اسابيع لصفوف السنة الاولى، وان لو ما قدرتوش تتحكموا في القدرات الذهنية في وقتها هتطردوا، واسمي هو جون ريد وانا المسؤول اللي هيحولكوا يا زبالة المجتمع واضعف البشر لمحاربين خارقين يقفوا قدام التنين. وكفاية كده ويلا نبدأ، اجروا في ارض التدريب لغاية ما اوقفكوا حالا. وليهان بيجري ومع نفسه بيقول انا متعود على المعاملة دي واني اقدر استحمل التدريبات المتعبة دي، بس اللي قلقني فعلا هو القدرة الذهنية. ويبص لسيمون
هل هقدر اعملها زي ما عملها هو؟ وهل اصلا عندي قدرة ذهنية؟ ونروح بقى نشوف الولد اللي كان بيعيط وقع على الارض من كتر التعب وهو بيقول انا مش هقدر اكمل. وقبل ما القائد جون ريد يطرده بنتفاجئ ان ليهان بيمسكه ويقول لسه ما استسلمش، ويبص للولد ويقول له صح، والولد بيرد ايوه، ويكملوا جري والقائد بيتابعهم. واخر النهار بيقول لهم القائد جون دلوقتي تقدروا توقفوا من بين 73 طفل نجح 40 بس، ويقول لهم ان ده كان تدريبنا النهارده ومن بكره هيبدا التدريب الحقيقي، وان خلال فتره التدريب الصبح كده هنجري زي جري النهارده وده اللي بيصدم الاطفال. وفي اليوم التاني الساعه 5 بيجروا، والساعه 8 بيفطروا، والساعه 9 بيتعلموا دروس عن الطاقه الذهنيه. ويقول لهم القائد جون تخيلوها منطقه جواكوا بتطلع الطاقه اللي فيكوا، وانها ممكن تكون راسك وممكن قلبك، وانكم تقدروا تخيلوها عن السره، والمهم في الموضوع كله هو التخيل. وليهان مع نفسه بيقول هختار القلب. والساعة 12:30 بيتغدوا، ويروح ليهان للولد وياكل معاه، والولد بيبقى اسمه كورو، وده هيبقى أول صديق في آرك لليهان. وبيجي سيمون ويتبادل النظرات مع ليهان وبيمشي، وبنعرف إن كورو متقن للتحريك الذهني، وده اللي بيصدم ليهان. وبالليل ما بيعرفش ليهان ينام، ولكن بيقول لازم أبقى أقوى. وبعد أسبوع بيقدر شوية يستخدموا التحريك الذهني، بس لسه صديقنا ليهان مش عارف، وما بيبقاش عارف يعمل ايه، وما قداموش غير حل واحد. وبيروح لسيمون ويقول له انت عارف انا جاي ليه؟ وسيمون بيقول له عارف، عاوز اي طريقه علشان تتقنها صح، بس من اداب الطلب انك تبقى محترم في الطلب. وده اللي بيضايق ليهان، ويقول في نفسه مش مهم كبريائي دلوقتي، ويقعد على الارض. وده اللي بيصدم سيمون، ويقول له علمني بعد اذنك. ويرد سيمون قوم اقف هعلمك، بس ما تشتكيش من الطريقه. ويمسك قلم ويهجم على ليهان، وده اللي بيفاجئه. ونروح للقائد ريد وهو بيكلم دكتور اوكتو، ويقول لاوكتو ان في 2 بس كويسين، وان ما بيحبش شخصيته، بس سيمون كويس، وان مستواه اعلى من طلاب السنه الاولى، والتاني وفي، وان قواه العقليه اكبر من المجندين الجدد. ومع نفسه بيقول ولد مثالي علشان يبقى جندي، بس هنا في ارك احنا محتاجين لبشر خارقين ومش بشر عاديين، وانك لو ما عندكش قدره ذهنيه فما فيش مكان ليك هنا يا ليهان. وبعد شويه بيخرج ويجمع الاولاد ويقول لهم زي ما انتوا عارفين النهارده هتروحوا السنه الاولى، وعارفين برضو ان اللي مسموح له بس يروح هو اللي مستعد يبقى ذهني، والمهاره الاساسيه للقدره الذهنيه هي وهج العينين، وان اللي هيقدر يعملها هو اللي هيقدر يستنى، وان اللي هيعملها يروح عند الدكتور ده، واللي مش هيعرف يروح عند عملائنا واللي هيوصلوهم لبيتهم. وبيتصدم ليهان، وده علشان الرائد اللي كلمه اول مره موجود واسمه الرائد كانج. وليهان واقف وقلقان، ويمسك قلبه ويفتكر لما سيمون هجم على قلبه بجرح خفيف، وقال له ان تركيزك هيبقى اسهل كده، وان جرحك دلوقتي هيبقى قناتك الذهنيه، وتخيل طاقتك في الجرح ده، وانك مش هتقدر تحقق هدف طول ما انت ماسك قلبك بس، وهي دي الطريقه الوحيده. وليهان مع نفسه بيتفاجئ ان سيمون كان عارف ان مصدر طاقته كان في قلبه من الاول. وينادي القائد جون ريد على ليهان، وبيبقى ما تبقاش غيره هو والكل مستني، وده اللي بيضايق القائد وبيستعد لضربه. وليهان بيفكر في اي حل ويشوف قلم القائد، ولما بيضربوا القائد بيطيره، ويتفاجئ ان ليهان خد القلم. وليهان مع نفسه بيقول ما قداميش غير اني اوسع مركز الطاقه، ويغرز القلم في قلبه، وده اللي بيصدم كورو وسيمون. وبيمسكوا القائد ويقول له انت عاوز تموت نفسك يا غبي. والمفاجاه هنا ان ليهان قدر يفعل وهج العين اخيرا، ويسيبوا القائد ويقول له ما شفتش حد زيك، بس مبروك يا ليهان. واخيرا ليهان نجح، وبيطمن كورو على صاحبه. والدكتور بيقول له خد مكافئتك يا ليهان، ويديله ساعه اللي بيبقى فيها كل معلوماته وحالته. ويقول القائد ريد ان تصنيف ارك بيتقسم من A ل D على حسب القدرات، والتحديد هيبقى على حسب نتائج الاسابيع ال3. واعرفوا انكم قادرين على الترقيه طالما عندكم القدره على ده، وبكده بيكون اتبقى 25 ولد بس. ومستوى A بيبقى سيمون بس، ومستوى B بيبقى 4 طلاب ومنهم كورو، ومستوى C 5 طلاب وهيبقوا تبع القائد ريد، ومستوى D 15 طالب هيبقوا مع شين. وده اللي بيصدمهم بسبب ضخامته وانه مرعب اكتر من ريد. بس شين بابتسامه بيقول لهم انا مدرب الاسلحه وهيبقى فيه صعوبات بس هنعديها مع بعض، وده اللي بيطمنهم. وياخدهم للتدريب ويعمل كام حركه هوب فوق تحت بيبهر الاولاد وليهان. ويقول لهم اكيد بتسالوا ليه ممكن نتعلم استخدام الرماح والسيوف والعدو تنين
اصلا؟ والجواب هو الاسلحة الذهنية اللي هتستخدموها، وان مفيش مادة على كوكب الارض بتخزن الطاقة الذهنية، بس بشرة وعظم التنين فيها الطاقة الذهنية، وعلشان كده اي اسلحة بتصنع من التنين وهي اللي بتقدر تصيبه باصابات مميتة. فبيسأل ليهان ازاي مسكتوا التنين اول مرة وانتوا ما كانش معاكوا اي اسلحة اصلا؟ ويرد شين بكل حزن، في البداية كنا بنقاتل من غير حاجة، تنين واحد قتل مئات من الذهنيين، وان في ذهنيين هاجموا ودعموا من بعد لغاية ما قبضنا عليه، والضربة القاضية لقتل التنين فكان لازم تكون بالسلاح قريب قوي منه، وطعنا في واحدة من مراكز الطاقة لتحرير الطاقة الذهنية، واللي بينفذوا المهمة دي من الذهنيين اسمهم المهاجمين. ودلوقتي خلونا نشوف سلاح مناسب لكل واحد فيكم. ويمسك ليهان الرمح ويسأله شين انت بتحب الرمح؟ وقال له ليهان ايوه، وان الهوا اللي خلقته حركاتك حلو وجميل وحبيت صوته. وشين بيقول في نفسه بان الحكم على وضعك يا ليهان والقوة اللي اظهرتها ضد القائد ريد استثنائية، وانا متأكد انه عاش حياة قاسية وصعبة بس عنده موهبة القتال فعلا. وبعد اسبوعين بيكون ليهان في مباراة مع خوسيا رئيس المستوى دي، وبعد شوية وقت قدر اخيرا ليهان يهزمه، وبكده قدر ليهان يفوز في مباريات الاسلحة ضد طلاب المستوى دي كله، وبيسلموا على بعض. يا الروح الرياضية بقى يا جدعان. ويقول خوسيا لليهان زي ما انت عارف هترقى لمستوى سي الاسبوع الجاي، ومنصب الرئيس هيبقى فاضي، عشان كده انا هختارك تبقى الرئيس المستوى دي. ويرد ليهان عليه يا عم انت ما اقدرش ابقى الرئيس بمجرد انك تقول كده بس. فخوسيا بيقول له ما تقلقش هيبقوا وراك واننا اتفقنا قبل كده، وبيشكرهم ليهان. وبكده فرصة ليهان للترقية بقت اسهل. وبعد شوية بنروح للقائد جون وشكله متضايق قوي، وبيبقى ليهان اللي قدامه، وبيستعد القائد وليهان للمنافسة، والطلاب بيشجعوا ليهان، وليهان عازم انه يكسب. وتعالى كده قبلها عزيزي المشاهد وبيقول جون ريد مفيش حد فيكو عاوز يبقى قائد الصف غيره، عاوزين تسيبوا الصف دي للضعيف اللي مش بيعرف يحرك الذهنية حتى، اغبية. ويبص لليهان ويديله رمح خشبي ويقول له سمعت ان مفيش حد يقدر ينافسك في المستوى والصف ده في الفنون القتالية، اثبت مهارتك بقتال معايا. ونرجع للوقت الحاضر بقى، ويسأل ليهان القائد هتقاتلني بايدك بس؟ ويرد جون طبعا انت فاكر اني بحاجة لسلاح لقتال طفل ولا ايه؟ القواعد بسيطة، لو قدرت تخليني اقع على الارض يبقى تكسب، وانا لو قدرت اخليك تعترف بهزيمتك يبقى انت خسرت. ويضحك ليهان ويقول له يبقى مش هتعرف تهزمني ابدا. ويبدأ يعمل كام حركة هوب يمين شمال، وبيستعد القائد وبيراقبه سيمون، وبيهجم ليهان على القائد، والقائد بيصد كل الهجمات وينط ليهان فوق ويهجم على القائد، بس القائد بيقدر يصد هجومه ويمسكه ويديله بالرجل في بطنه، ويقع ليهان على الارض. وقبل ما بيهجم القائد عليه بيقدر ليهان يتفادى الهجوم، وده اللي بيصدم ليهان لان جون حاول يقتله فعلا. ويقول له القائد ان التنين وجنوده بيقتلوا العدو من غير تردد او قلق، ومش بيرحموه حتى لو ضعيف، ولما تواجههم مباشرة هتعرف ان الخوف ده تافه جدا. ويمسك ليهان ويحدفه على الارض ويتفاجئ انه تعور، ويقول امتى حصل ده؟ والطلاب كلهم بيتشجعوا اكتر ويقولوا له كسروا يا ليهان. ويهجم ليهان عليه وبيقدر جون يتفادى الهجوم، بس بيتصدم ونشوف ان ليهان بقى وراه ويهجم ليهان. وبيعرف القائد ان ليهان بيهاجم باستخدام قوة الجاذبية والسرعة، ويضحك ويقول ان المدرب شين ما تعلقش بيك من فراغ، وخدت دلوقتي اعجابي بيك يا ليهان. ويهجم ليهان ويقول القائد هصد هجومك الاخير بجسمي، ويسيبه فعلا وخلاص قرر ينهي القتال. ويمسك ليهان من رقبته ويقول له استسلم يا ليهان، ويستخدم قوته الذهنية عليه، وبيصرخ ليهان من الألم. وسيمون والطلاب بيقلقوا عليه ويقولوا له انه تمادى كتير جدا. ونرجع للقائد وهو بيقول لليهان استسلم والا قتلتك، وليهان بيرد عليه مش هستسلم حتى لو مت. وبيجي القائد شين ويقول له يا قائد جون وقف دلوقتي، انت ناوي تقتله بجد؟ وليهان بيفقد الوعي ويرميه ويقول سحقا ما استسلمش وما خسرتش انا كمان، العمل ايه دلوقتي؟ وشين بيمسكه بنظرات غضب بيقول له انا زهقت من اساليب ار. وجون بيجمع الطلاب ويقول لهم بعترف اني طالما ما قدرتش اخليه يستسلم فهو اللي انتصر عليا. ويقول لشين احنا مش هنحقق حاجه لو دلعناهم كده. وسيمون بيتفاجئ وهو بيقول في نفسه انه اتغلب على الصعاب وفاز واثبت مهارته. ويقول القائد جون بعد ما يتعالج هيترقى للمستوى بيه على طول. وفي المستشفى
بالصدفة بنشوف الدكتورة وهي متفاجئة ومش مصدقة ان ليهان هيتنقل للمستوى بيه على طول، وان الرؤساء مش هيسمحوا بده، ويقول لها جون انه لو اترقى للمستوى ايه ما كانش هيواجه متاعب، وان مشكلته الوحيدة هي امكانياته الذهنية. وترد الدكتورة ان الرؤساء عاوزين الامكانيات الذهنية بس، وجون بيقول لها الاغبياء دول غلطانين، وان اللي محتاجينه فعلا لاصطياد التنين مش مجرد سحر زي القدرات الذهنية، واللي عاوزينه ومحتاجينه ذهن قوي قادر انه يغرز السلاح في النقاط الحيوية رغم الخوف والرعب. وفي وسط الرعب ده فليهان عنده القدرة انه يبقى افضل مهاجم، وان خسارة اننا ما نهتمش ونضيع طفل موهوب لمجرد بطء تطوره الذهني، واننا مش عارفين وان ممكن يكون الولد ده هو اللي هينقذ العالم. وبتستغرب الدكتورة من كلام جون عن ليهان، ويقول لها جون ان ليهان عجبه. وبعد اسبوع بتشوف الدكتورة شين واقف على باب ليهان وتسأله مش هتدخل، ويقول لها في الحقيقة مرضتش اقطعه. ونشوف ليهان وهو بيتدرب على قدراته الذهنية، وشين والدكتورة بيراقبوه، وبيستخدم ليهان قوته الذهنية، وده اللي بيفرح شين والدكتورة ويسلموا على بعض. بس بيبعدوا بكسوف، ويقول شين تركيز الولد ده ممتاز، وتقول له الدكتورة ممكن تدخل دلوقتي، وشكل كده يا صديقي انهم معجبين ببعض. المهم بيدخل شين الأوضة ويطمن على ليهان ويديله الاكل اللي جابهوله، ويقول له هترجع مترقي للمستوى بيه بكرة، وان تدريباتك الذهنية في الوقت ده كويسة. ويرد ليهان ويقول له ان اكتسابي للقوة الذهنية تحت المتوسط، واني فكرت ان اتقن ولو جزء بسيط من التحريك الذهني قبل ما ارجع. وده اللي بيفرح شين، ويقول له قرار كويس حتى لو كنت ممتاز في الفنون القتالية، فلازم تتقن قدر معين من التحريك الذهني بصفتك ذهنيا، وان في الغالب معارك الذهنيين بتبقى في الجو، فلازم تقدر ترجع سلاحك لو وقع منك في المعركة. وهنا يا صديقي قصده لو سلاحه وقع منه يقدر يرجعه عن بعد بالقوة الذهنية، وتجيله فكرة ويستأذن من المستشفى وياخد ليهان لقاعة التدريب. ويقول شين بالحكم على تطورك الذهني فاحتمال ايقاظ سمتك ضئيل جدا، وده عكس البقية اللي بيقدروا يولعوا نار او الانتقال الآني عن بعد. فالأحسن انك ما تحلمش بأي من السمات دي. وانك هتقاتل ازاي؟ الجواب بسيط جدا، واصل تدريبك على التحريك الذهني لآخره. ويفعل شين قدرته في التحريك الذهني ويطير في الجو باستخدام الأعمدة اللي بيقف عليها. ويكمل كلامه وقتها هيبقى التحريك الذهني بحد ذاته سمة ليه، وان المستوى الابتدائي من القدرة الذهنية مجرد اوهام، وجيلك عنده امكانيات اكبر بكتير من جيلنا، وان القدرة الذهنية زي العضلات لو دربتها بقت اقوى. وما تستسلمش واصبر على التدريب يا ليهان. وليهان بيتشجع، وتاني يوم بيروح ليهان لصف ومستوى بيه، وبيبقى رئيس الصف اللي اسمه ديمتري عارف ليهان، ويقول له وصلت في الوقت المناسب، وان دي حصة فراغ لمنافسات الفنون القتالية. ويقول ليهان بتعابير جدية روتين ارك اللي يخنق، والضغط اللي بيرمي ضعف قدرتي الذهنية عليا، والقلق عن امتى وازاي هتجاوز منها. هنا بقدر انفس عن كل الضغط ده لغاية ما احس بالرضا. وينطلق ليهان للطلاب ويهزمهم، وكلهم واقعين على الارض، ويقول لهم ليهان احمدوا ربنا ان مفيش منافسات في فترة التدريب الذهني. ولما بيشوفوا ديمتري ليهان كده بيقول الولد ده زي ما توقعت عاوز اقتله راجل لراجل. بس ودي نهاية ملخص المنهوى بتاعنا يا صديقي، وما تنساش تعمل لايك واشتراك وتفعل الجرس عشان يوصل لك ملخصاتنا اول باول. واريوس يا اصدقائي.